حياتهم ما كانتش كلها سهلة، كان فيها تحديات ومواقف كتير قوي ما كانتش سهلة. رغم ضحكته اللي كانت بتملى الدنيا، سمير غانم مر بمحطات صعبة جدا في حياته، منها انهيار فرقة ثلاثي أضواء المسرح بعد وفاة الضيف أحمد، مرورا بمرض جورج سيدهم، ووصولا لفترات فنية شهدت إخفاقات أثرت عليه نفسيا، بالإضافة إلى أزماته الصحية في سنواته الأخيرة، خاصة إصابته بفيروس كورونا اللي أودى بحياته. في كل لحظة من الأوقات دي كانت دلال عبد العزيز السند والداعم الأكبر، بتخفف عنه الألم وتسنده بحبها وحنانها اللي ما غابوش عنه أبدا. دلال عبد العزيز أصيبت هي كمان بفيروس كورونا في نفس الوقت، وبعد أقل من 3 شهور بس من رحيل سمير غانم القدر جمعهم تاني. دلال لحقت بيه في أغسطس 2021، وكأن حبهم كان أقوى من الحياة نفسها، حتى الموت ما قدرش يفرق بينهم. قصة دلال عبد العزيز وسمير غانم مش بس قصة نجوم مشهورين، دي قصة كل اللي بيحبوا بصدق وبيضحوا علشان اللي بيحبوهم. هم كمان رمز للحنان، للدعم وللضحكة اللي بتدفي القلب.